بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السهر هذه الظاهرة التي هي منتشرة في زمننا هذا، خاصة في شهر رمضان. فما حكم السهر في دين الإسلام؟ جاءت أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، أي بعد العشاء. وجاء في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جذب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء. ومعنى جذب لنا أي زجرنا. والحديث رواه ابن ماجه وصححه الإمام الألباني رحمه الله. وجاء عن عبد الله بن مسعود كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا سهر إلا لمصل أو مسافر. رواه الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها. رواه ابن ماجه وصححه الإمام الألباني رحمه الله. هذه الأحاديث اختلف فيها أهل العلم، هل هي للتحريم أو هي للكراهة؟ قال النووي رحمه الله: واتفق العلماء على كراهية الحديث بعدها إلا ما كان في خير. وقال النووي رحمه الله كذلك: وأما الحديث في الخير كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين ومكارم الأخلاق والحديث مع الضيف ومساعدة طالب الحاجة ونحو ذلك فلا كراهة فيه، بل هو مستحب. لكن المهم في هذا أن أهل العلم اتفقوا على أن السهر
إذا كان يضيع صلاة الفجر فهو محرم. السهر إذا كان يضيع صلاة الفجر فهو محرم. ولهذا ذكر أهل العلم أن الحكمة من النهي عن الحديث بعد صلاة العشاء حتى لا تضيع صلاة الصبح، صلاة الفجر. هذه هي الحكمة. فالنوم المبكر يعتبر من أسباب الاستيقاظ لصلاة الفجر. أما لو كان الرجل يسهر ولا يستيقظ لصلاة الفجر فهنا السهر محرم، سواء في رمضان أو في غير رمضان. فالبعض في رمضان يسهر إلى ما بعد صلاة الفجر فيضيع صلاة الظهر، وبعضهم يضيع صلاة العصر. فإذا قلت له أين أنت في الصلاة قال لك كنت نائم، عندي عذر، من نام عن صلاة أو نسيها فوقته حين يذكرها، ويحفظ هذه الأحاديث. فيقال له هل أخذت بالأسباب؟ هل فعلت وقمت بعمل المنبه؟ هل تكلمت مع الجار أن يدق عليك؟ هل قمت بالنوم المبكر؟ لأن هذا من الأسباب. أما أنك لا تأخذ بالأسباب ثم تعتذر بأنك كنت نائما فهذا عذر مردود ولا يقبله الله عز وجل. فالسهر في هذه الحالة محرم. السهر في هذه الحالة محرم. إذا كان أهل العلم يقولون أن من كان يسهر في قراءة القرآن وطلب العلم والصلاة لكن يضيع صلاة الفجر فهذا السهر محرم، فما بالك بمن يسهر بالأغاني والغيبة والأفلام والمسلسلات وما أشبه ذلك. فنريد أن نعرف أن السهر إذا كان يضيع صلاة الفجر أو يضيع صلاة الظهر في رمضان فهو محرم، لأن بعضهم ينام وقلبه مطمئن يقول الحمد لله أنا ما تعمدت إضاعة الصلاة، كنت نائما. لكن هل أخذت بالأسباب؟ لأن الذي لا يأخذ بالأسباب يقول أهل العلم حكمه وحكم من ترك الصلاة متعمدا حكمهم واحد. إذا كان دائما لا يستيقظ ولا يأخذ بالأسباب فحكمه ومن تركها متعمدا واحد، لأن الذي لا يأخذ بالأسباب مع كثرة نومه عن الصلوات هذا كأنه ترك الصلاة متعمدا. فشهر رمضان شهر طاعة وليس شهر سهر. فننتبه لهذه الظاهرة التي انتشرت خاصة في رمضان
فالسهر عند ضياع الصلوات يعتبر محرما. فهذا ما أردت الكلام عنه، فنكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.